المفروض هنعمل ايه طيب؟ اي حد كلم الفندق، كلم اي حد قول لهم ان هو ضايع، قول لهم ان في طفل يعني ضايع. اكلم الفندق اقول له ايه؟ اقول له ان هو كان معاه ضاع. ذنبي ما تعصبش عليا، انا ماليش دعوه. ما اتعصب على مين؟ شيخ غوري. هقول لك الحق بيغرق هناك اهو. لوحده؟ شايف لوحده اهو. انت سايبني ازاي؟ احنا حرام عليك بجد، انا كنت بهزر معاك. ما تهزريش معايا في الحاجات دي تاني يا منين؟ عشان انت طول اليوم قاعد في الاوضه وما رضيتش تنزل. لو سمحت ودينا الاكوا بارك بقى، لو سمحت صالحني عشان انت اتعصبت عليا وضربتني. احمد اول مره على فكره يمد ايده عليا، مش عارفه ازاي قلبه طار انه يعمل فيها كده. دلوقتي يا جدعان وصلنا الاكوا بارك، مش هقعد اقول ان هي قعدت تحايل عليا هي قعدت تحايل عليا فعلا، مش قعدت تحايل عليا. المهم ان احنا دلوقتي في افخم اكوا بارك موجوده في شرم الشيخ. واغلى اكوا بارك، احنا مش مستخسرين فيكم حاجه عادي. ليه بقى احنا بندفع الفلوس دي كلها؟ وليه جايين هنا بقى؟ عشان انتوا اهم حاجه، انتوا نور عينينا. انتوا عارفين انتوا نور عينينا ولا لا؟ يا جدعان لايك سبسكرايب. ليه؟ لان انا جايب لكم مسابقه دلوقتي ان انتوا تيجوا وتقعدوا في الاوتيل اللي احنا قاعدين فيه وتجربوا كل الحاجات اللي احنا بنجربها دي ببلاش، شامله مواصلات، اكل وشرب، فطار، غدا، عشاء ل5 افراد مجانا. بس في شروط المسابقه هقول لكم عليها بس بعد ما نخلص الاكوا بارك. بصوا يا جماعه دلوقتي وصلنا اول لعبه هنستخدم فيها العوامل دي، ننزل فيها انا ومؤسس. المفروض احنا هننزل في الماسوره دي لحد تحت خالص. هحاول ان امسك التليفون واصور لكم واحنا نازلين تحت، ويا رب ما يغرقش بقى، لو غرق عادي مش خساره. ايه هنقع ازاي؟ لا يا جدعان يا جدعان يا جدعان يا جدعان يا نهار اسود، ده في تاني. يا نهار اسود. ايه رايك؟ ايه شعورك بعد النطه؟ انا كنت متخيله ده يعني هتمشي بسرعه. يا جدعان انا بس عايز اقول حاجه، لمعز بس. مش قادره. عايز اقول حاجه بس لمعز. انت معز ما شاء الله عليك قلبك ميت. يا جماعه حد شاف على قناه يوتيوب قبل كده واحده بتعمل زي معز كده قلبها ميت؟ لا ما طبعا. تروح في اي حته بتعمل لا. اي حاجه. انا ربنا رزقني بواحده كله تمام. يا رب تقدر بقى. دلوقتي هنخش على اقوى لعبه موجوده في الاقوى، هي اقوى لعبه في الاقوى، هي دي اللعبه دي. المفروض احنا بنتزحلق من فوق هنا وننزل هنا. بصوا يا جدعان بصراحه انا مش هلعب اللعبه دي عشان اللعبه دي لقيتها خطيره قوي، فانا هخلي حد مكاني يخش عشان انا بس مش عايز العب اللعبه دي بصراحه. حلوه؟ مش حلوه ليه؟ احنا حاسه ان انا رقبتي يعني عشان جسمي عامل كده. بترزع الرقبه. ايوه بس هي احساسها ممتع. لا خالص؟ لا مش عايزه اكمل تاني. عادي خش على واحده بعدها تانية. بصوا يا جدعان دلوقتي دخلنا على اللعبه الثالثه، هي لعبه سهله شويه بس انا ناوي بصراحه ان انا اركب عز فيها، يعني هركب عز معايا فيها، هحاول ان انا اركبه فيها، اوريها لكم دلوقتي اهي. اللعبه ورايا اهي سهله، زحلقه سهله خالص يعني، فهحاول ان انا اخد عز على حجري وازحلقه فيها. مش شايف؟ لا اوبا مش عايز مبسوط ازاي؟ ولا سوس انت مبسوط؟ خايف ولا عادي؟ لا هو المايه بس عشان خبطته في وشه، بس هو عادي. بس اطمنوا عز ده قلب الاسد، ابن الاسد لازم يبقى في قلب الاسد. بصوا يا جدعان دي التحذيرات بتاعت الالعاب اهي. اللعبه دي ميديوم يعني مش صعبه قوي، عوامه، العمق 1.10 متر. الاوضاع دي كلها ينفع ان انت تلعب بيها كده. ما ينفعش تمسك في الحواف، الوضع ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. يلا بينا يا جدعان خش على لعبه خطيره اللي هي اللي ورانا دي، بس انا مش عارف بصراحه يعني مدى خطورتها عامله ازاي، فاحنا هنجرب مع بعض دلوقتي وهوريكم برضه، اصور لكم بالموبايل. الموبايل لو غرق وضاع مش مشكله، 50,000 جنيه مش مشكله، مش خساره فيك. هو انت خلاص يعني مش عايز تطلع معايا في اي لعبه؟ انا مش فاهمه ايه الشغل ده. لعبه سهله وجميله اهي وزرقاء وحلوه. بطني وجعاني هرجع. انت في كل مشكله تقولي بطني وجعاني هرجع؟ بطني وجعاني مش قادر والله. ده قلب الاسد، ابن الاسد لازم يبقى قبل الاسد. معلش يا جدعان ربنا مطبق وبطني وجعاني قوي، كلت اكل كتير قوي في الفندق وبطني تعبتني. خلي معز بس يلا اصور لكم. يا جماعه دلوقتي هروح اطلع اركب اللعبه لوحدي عشان جوزي مش عايز يشاركني اي لعب، فانا هوريكم اللعبه دي. انا خايفه قوي التليفون يقع مني، لو التليفون وقع مني احمد هيموتني، بس انا مش عارفه اعمل ايه. ده اللي التليفون ما يقعش مني. يا نهار اسود بتاع ترى جامد. حاسه ان التليفون هيقع من ايدي. يا رب انا حاسه ان انا خايفه وانا لوحدي. منك بالله يا احمد. هو في يا جماعه احنا وقفنا ليه؟ هو كله عطل. اللعبه قفلت بينا، هنعمل ايه؟ الناس كلها بص جايه. يا نهار ابيض
يا جماعه حد يوصلنا هناك يا جماعه، يا نهار اسود. يا ابني تعالى زقني عديني. معانا حد متبرع هيزقنا. ده اسمك ايه؟ علي. ازيك يا علي؟ قول باي باي. كلها تشوف هنا علي. علي شهر جدا ان هيعديني من الموزك وهيزقني، بس بقول لك ايه بالراحه علي. شكرا قوي يا علي. غراية التليفون مش عارف شغال ولا لا، بس هو منور يعني، هو منور بيصور لسه، فتقريبا شغال. هتأكد من كل حاجة فيه. ينفع توقع التليفون؟ ده غرايته كله. علي ساعدني وزقني عشان كنا عطلنا في النص، هو اللي زقني زقه جابتني الارض. دي أرعب لعبة وأخطر لعبة. هي شكلها أصلا لونها أسود مرعبة جدا. بص احمد عايزنا انا اللي اصور، قبل ما اصور اقرار قدام كل الناس ان التليفون لو جراله حاجه ماليش دعوه. كله في ده الشاربين مش فارق معاك. بس كده يلا. اه احمد انا خايفه يا احمد، هيقع مني والله. يا عم انا الحمد لله وصلت بسلام وامان، بس ما اعرفش احمد فين ومش عايزه اعرف عشان هو زقني غصب عني، ما كنتش عايزه انزل. احمد انت ما نزلتش. لازم الحق التليفون. انت ما ركبتش يا احمد. ايوه انا عايز الحق التليفون. الحمد لله يا جدعان، الحمد لله التليفون بتاعي سليم وكله تمام. صورنا كل الالعاب تقريبا. احنا دلوقتي نزلنا البسين اللي هو بتاع الامواج الصناعيه، الامواج بتطلع من هناك كده، بس هي دلوقتي واقفه. ده المايو بتاع عزوز، ده التاني مايو تحفه تحفه. منين؟ ده كان محل جنب اكتف، جنب اكتف. انما التاني كان من اكتف ب 175. بس ايه رايكم في الاوتفيت بتاع عزوز؟ الاوتفيت بتاع عزوز الرائع. بصوا يا جماعه الغربان دي واقفه جنبنا كده عادي يعني، مش خايفه مننا ولا حاجه. انا جبت حته كيكه وهحاول ان انا ارميها لهم واشوفهم هياكلوها ولا لا. بصوا ياكلوها اهو، بيتخانقوا مع بعض عليها كمان. طب لازم الباقيين ياكلوا. هحاول اجيب لهم حته كمان. النية هاتي حته كمان عشان الغراب كلها لوحده. الغراب كلها لوحده، عايز اكل التانيين. لا بقول لك بتاعت عز. لا حته كتير. عز ينفع ناخد حته كيكه؟ لا في بسكوت. هجيب له تاني. في بسكوت. طب هاتي بسكوت. هاخد بسكوت ده احاول اكله له. خد. بس بيتخانق على البسكوت. واحد خدها وطلع فوق. بصوا يا جماعه عز قاعد عمال يلعب في المايه لوحده، كل ما حد يجي يشيلوه من هنا عشان نلعب اي لعبه تانية وهو يبقى معانا يعني ما يرضوش، عايز يقعد هنا ويفضل يصور. زوزة ولا بص على ايه؟ انا عرفت بص على ايه. انت يا سافل يا منحط ولد. ده ايه؟ عيب. طب يا جماعه اتمنى ان الشويه الصغيرين اللي احنا قضيناهم في الاكوا بارك يكونوا عجبوكم وتكونوا استمتعتوا زي ما احنا استمتعنا بالظبط. احنا بنعتذر طبعا عشان هم شويه صغيرين جدا، لان احنا ما لحقناش الوقت بصراحه. يعني احنا رحنا في اخر نص ساعه تقريبا، فالالعاب اللي قدرنا نلعبها لعبناها. بس الفيديو ده جاب 50,000 لايك. اوعدكم ان احنا هنروح افجر اكوا بارك في مصر كلها وهنجربها لكم واصور لكم كل اللعب اللي فيها عشان تستمتعوا بيها. وكمان احمد شاور جايب لكم حته دي مفاجاه بنت جنيه. لو انت عايز تطلع رحله هنا شرم، قضي 4 ايام 3 ليالي ببلاش، مش تدفع ولا جنيه، وهتستمتع ب3 وجبات مجانيه، وهتستمتع بالبحر، وهتستمتع بالبسين، وهتستمتع بكل الخدمات الموجوده هنا. المواصلات مجانيه جوه الفندق، الحاجات اللي بقول لك عليها دي هتستمتع بيها ببلاش. طب ازاي يا احمد شهر ان انا اقدر اكسب المسابقه دي؟ المفروض ان انت هتخش على لينك الصفحه بتاعت شركه الرحمن اللي هي مطلعانا الرحله دي، هتخش عليها في الديسكربشن، هتلاقي البوست بتاع الايه مسابقه، هتخش تمشي لكل اصحابك في تعليق في البوست بتاع المسابقه. اكتر كومنت في منشن هياخد اكبر عدد لايكات هو ده اللي هيفوز في المسابقه. في 5 افراد هيفوزوا في المسابقه دي وهيطلعوا مجانا برعايه شركه الرحمن هنا في الفندق ده في شرم الشيخ. يا رب اكون قدرت ان انا اساعدكم، ويا رب تكون المفاجاه عجبتكم، ويا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو ده، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.